كلنا بنسمع عن إعادة تدوير الأشياء، بس إعادة تدوير الطعام بجوز هاي رح تكون جديد. اليوم بدنا نعمل إعادة تدوير لأكلة شوربة العدس. رح أحولها لبصارة طبعا على طريقة حماتي الله يرحمها. كان عندي شوربة عدس بالثلاجة، طلعتها وسخنتها، أضفت لها الملوخية الناشفة وخلطتها مع بعض، وعملت لها تقليد تومي بالكزبرة. وبعد ما عندي طبخت لمدة تقريبا 10 دقائق الملوخية مع العدس، أضفت لها طشة التومة بالكزبرة، وهيك بتكون صارت هالأكلة الشتوية الطيبة جاهزة للتقديم. وهيك حولنا شوربة عدس لأكلة ثانية مختلفة تماما في الطعم وشهية، وأنا شخصيا بصراحة من عشاق هذه الأكلة، لو كل يوم أكلها ما بمل منها. وألف صحة وعافية. طبعا هي البصارة معروف انها بتنعمل بالفول مش بالعدس، بس هاي على طريقة حماتي بالعدس، راح تحبوها اكثر من يلي بالفول. جربوها ان شاء الله بتعجبكم.